أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإسلام نحمد الله كثيرا ونشكره على ما أنعم علينا من نعمة عيد الأضحى والتمكن من التمتع بهذا العيد الأكبر له الحمد حتى يرضى وله الحمد إذا رضي وله الحمد بعد الرضا أيها الأحبة نحن اليوم في 15 من شهر ذي الحجة الحرام وأن الشيعة الروافض لخبثهم وأكاذيبهم اتخذوا اليوم 18 منه عيدا سموه عيد الغدير زاعمين أنه اليوم الذي نص النبي عليه الصلاة والسلام على خلافة علي بن أبي طالب للعالم الإسلامي وكلا الأمرين باطل وافتراء أما أولا فيوم الغدير لم يتخذه أحد من الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين عيدا يتقرب به إلى الله سبحانه بل هو من محدثات القرن الرابع أحدثه مؤذ الدولة أحمد بن بويه المتوفى سنة 56 و300 من الهجرة النبوية. يقول العلامة أحمد بن علي المقريزي في كتابه المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: اعلم أن عيد الغدير لم يكن عيدا مشروعا ولا عمله أحد من سالف الأمة المقتدى بهم، وأول ما عرف في الإسلام بالعراق أيام مؤز الدولة علي بن بويه، فإنه أحدثه في سنة 52 و300 فاتخذه الشيعة من حينئذ عيدا. انتهى كلامه. وأما ثانيا فخطبة النبي عليه الصلاة والسلام في غدير خم عند عودته إلى المدينة بعد حجة الوداع ليس فيها نص على خلافة علي رضي الله عنه، وإنما فيها تبرئة لساحة علي ورفع من قدره وتنبيه على فضله لإزالة ما وقر في نفوس بعض الصحابة الذين جاهدوا في اليمن، ووصية باتباع كتاب الله وتذكير للأمة بأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لإعطائهم حقوقهم. يقول الحافظ ابن كثير في كتابه السيرة النبوية: والمقصود أن عليا لما كثر فيه القيل والقال من ذلك الجيش بسبب منعه إياهم الاستعمال إبل الصدقة واسترجاعه منهم الحلل التي أطلقها لهم نائبه،
وعلي معذور فيما فعل، لكن اشتهر الكلام فيه في الحجيج، فلذلك والله أعلم لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجته وتفرغ من مناسكه ورجع إلى المدينة فمر بغدير خم قام في الناس خطيبا فبرأ سهة علي ورفع من قدره ونبه على فضله ليزيل ما وقر في نفوس كثير من الناس. انتهى كلام الحافظ ابن كثير. وأما ثالثا فليس للشيعة الإمامية الرافضة في الكتاب والسنة نص صريح في معناه لا يشوبه تمال دلالة على غيره على خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا يمكنهم الإتيان به بحال، وإن اجتمعوا على ذلك وكان بعضهم لبعض ظهيرا. ومعلوم لدى العلماء أن أشهر ما يستدل به الروافض على خلافة علي بن أبي طالب هو حديث الغدير: من كنت مولاه فعلي مولاه. وهذا الحديث ليس بنص صريح على خلافته من النبي عليه الصلاة والسلام، وإن عدم كون قول النبي عليه الصلاة والسلام من كنت مولاه فعلي مولاه نصا صريحا على خلافة علي مصرح به من بعض كبار علماء الروافض، منهم الشريف المرتضى علي بن الحسن الموسوي المتوفى عام 436 من الهجرة النبوية، حيث قال في كتابه رسائل المرتضى ما نصه: إن النص على ضربين: موسوم بالجلي وموصوف بالخفي، وأما الجلي فهو الذي يستفاد من لفظه النص بالإمامة، كقوله عليه السلام: هذا خليفتي من بعدي، وسلموا على علي عليه السلام بإمرة المؤمنين. وليس معنى الجلي أن المراد منه معلوم ضرورة، بل ما فسرناه، وهذا الذي سميناه الجلي يمكن دخول الشبهة في المراد منه وإن بعدت، فيعتقد معتقد أنه أراد به خليفتي من بعد عثمان، ولم يرد بعد الوفاة بلا فصل. وأما النص الخفي فهو الذي ليس في صريحة لفظه النص بالإمامة، وإنما ذلك في فحواه ومعناه، كخبر الغدير وخبر تبوك. انتهى كلام الشريف المرتضى الشيعي الرافضي. فتأملوا أيها الإخوة تأملا جيدا قول الشريف المرتضى الموسوي: وأما النص الخفي فهو الذي ليس في صريحة لفظه النص بالإمامة، وإنما ذلك في فحواه ومعناه، كخبر الغدير وخبر تبوك. فإنكم تجدون أنه قد هدم في الحقيقة مزائم الروافض من أساسها. وأيضا فإن من كبار علماء الشيعة القائلين بأن من كنت مولاه فعلي مولاه ليس بنص صريح على خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه علاء الدين علي بن الحسن الحلبي المتوفى في القرن السادس الهجري، حيث قال في كتابه خلافة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بالنص أم بالنسب في الصفحة 52 يقول: إن حديث غدير خم من الأحاديث المحتملة للتأويل، ومنها الخفية المحتملة للتأويل. أولها نص يوم الغدير، قوله صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه. وأما رابعا فإن النصوص السنية والشيعية معا قد أثبتت أن علي بن أبي طالب وعمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما قد أثبتا للعالم قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام ب3 أيام أنه عليه الصلاة والسلام
لم يعين علي بن أبي طالب خليفة على المسلمين بعد وفاته. أما النص السني في ذلك فما رواه الإمام البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له: ألا تراه أنت والله بعد 3 عبد العصا، وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا. إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر، إن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا آمرناه فأوصى بنا. فقال علي: إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس أبدا، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. انتهى. انظروا أيها الأحبة الأكارم، أنه لو ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام عين علي بن أبي طالب خليفة له على العالم الإسلامي في يوم الغدير أو في غيره، لما قال العباس بن عبد المطلب لعلي بن أبي طالب بحال: اذهب بنا إلى رسول الله فلنسأله في من هذا الأمر، إن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا آمرناه فأوصى بنا. ولما أجابه علي بن أبي طالب بقوله: إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس أبدا، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. وأما النص الشيعي لهذه القصة فهو ما في كتاب الفصول المختارة من العيون والمجالس للشريف المرتضى علي بن الحسن الموسوي، ونصه فصل. وقد سأل المخالفون في شيء يتعلق بهذا الفصل عن سؤال لم أجد لأحد من أصحابنا فيه جوابا، فأجبت عنه بما أسقطه على البيان، وهو أن قالوا: إذا زعمتم أن النبي صلى الله عليه وآله قد نص على أمير المؤمنين عليه السلام بالإمامة وبين عن فرض طاعته ودعا الأمة إلى اتباعه، فما معنى قول العباس بن عبد المطلب رحمة الله عليه لأمير المؤمنين في مرض رسول الله صلى الله عليه وآله: يا ابن أخي ادخل معي إلى النبي صلى الله عليه وآله فاسأله عن الأمر من بعده، هل هو فينا فتطمئن قلوبنا أم هو في غيرنا فيوصيه لنا؟ فدخل عليه فسأله العباس عن ذلك فلم يجبه هل هو فيهم أو في غيرهم، فقال لهم: على رسلكم معشر بني هاشم، أنتم المظلومون أنتم المقهورون. انتهى. فانظروا عيبا أيها الأحبة الأكارم، فإنه لو ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام عين علي بن أبي طالب خليفة له على العالم الإسلامي في يوم الغدير أو في غيره، لما قال العباس بن عبد المطلب لعلي بن أبي طالب بحال: يا ابن أخي ادخل معي إلى النبي صلى الله عليه وآله فاسأله عن الأمر من بعده، هل هو فينا فتطمئن قلوبنا أم هو في غيرنا فيوصيه لنا. ثم إنكم تلاحظون هنا أن الوارد في المصدر السني هو امتناع علي بن أبي طالب من الذهاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسؤاله في من تكون الإمارة بعده، وأن الوارد في المصدر الشيعي هو ذهابهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسؤال العباس بن عبد المطلب له عن الأمر، هل هو يكون في بني هاشم فيطمئن قلوبهم أم يكون في غيرهم فيوصيه النبي عليه الصلاة والسلام لهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أبى أن يجيب على سؤالهم. وتلاحظون أيضا أن المصدرين قد اتفقا على أن النبي عليه الصلاة والسلام
لم يعين علي بن أبي طالب خليفة أو أميرا على المسلمين بعد وفاته. إخوة الإيمان، إن دعوى الروافض من أن معنى كلمة المولى في حديث الغدير هو الحاكم والخليفة لا يصح، بل المقصود به المودة والمحبة والمؤازرة، وهي ضد المعاداة، وهو هنا بمعنى الولي، وهو الذي يفهم من الآيات القرآنية. من ذلك قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وقوله تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ولا يوقل أن يقال إن جبريل وصالح المؤمنين والملائكة هم الحكام والخلفاء على النبي عليه الصلاة والسلام. إخوة الإسلام، لقد خسر الذين اتخذوا سب الصحابة والافتراء عليهم أساسا في دينهم. هؤلاء الصحابة الذين رضي الله عنهم وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. يقول تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ويقول تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ‘Yan musulmi, muna gode wa Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu ikon yin sallan layya lafiya. Muna kuma roƙonsa Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana dukkan ibadunmu. Lalle kamar yadda kuka sani ne cewa a yau muna 15 ne ga watan Zulhijja, sannan kuma Shi'a Rafida suna riƙon ranar 18 ga shi wannan wata na Zulhijja a matsayin ranar idi na shari'a wanda suke kira da sunan Idin Ghadir. Waɗannan masu muguwar bidi'a marar hujja suna riya cewa wai a wannan rana ce annabi mai tsira da amincin Allah ya naɗa sayyidina Ali a matsayin khalifan al'ummar musulmin duniya bayan mutuwarsa. Tabbas dukkan waɗannan ikirari biyu babu gaskiya a cikinsu. Ba inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa naɗa Ali ibn Abi Talib a matsayin shine khalifansa bayan mutuwansa. Babu wannan, babu kuma wani ɗan Shi'a a duk duniyar nan da ya sai kawo wani nassi sahihi sarihi akan wannan magana. Haka nan kuma babu inda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce a riƙi ranar Ghadir a matsayin idi. Babu wani sahabi da ya yi idin wannan rana, babu tabi'i, babu wani tabi'ut tabi'in da ya wannan idi. Saboda haka waɗannan ko wannan ikirari har biyu da suka yi babu gaskiya a cikinsa, bai kasance ba face shirme kawai wanda su ɗan bidi'a suka saba yi wa mutane. Tunda addinin
kusan ya ginu ne wato akan ƙarairayi da kuma wato ha'intar al'ummar musulmi. Abu na farko dai shine kamar yadda muka yi ishara ɗazu, babu wani mutum ɗaya daga cikin magabata, sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in da ya riƙe wannan rana ta 18 ga Zulhijja a matsayin idi na shari'a. Abin sani shine wannan idi da Rafidawa suka riƙa an ƙirƙiro shi ne cikin ƙarni na 4 na hijira. Wani sarki ne da ake kira Mu'izzuddin ko Mu'izzud-Daula Ahmad ibn Buwai, wanda ya rasu a shekarar hijira ta 353 ya ƙirƙiro shi. Daga nan kuma masu bidiyar Shi'a suka kama. Babban malami cikin harkar tarihi Ahmad bin Ali al-Makrizi, wanda ya rasu a shekarar hijira ta 845, ya ce a cikin littafinsa al-Mawa'izu wal itibaru bi zikril khutati wal athar a mujalladi na 2 shafi na 254 ga abin da yake cewa a Hausa: ka sani idin Ghadir bai taɓa kasancewa idin shari'a ba. Babu mutum ɗaya daga cikin magabata da ake yin koyi da su da ya taɓa yinsa. Farkon inda aka taɓa saninsa a cikin musulunci a Iraq ne, a zamanin Mu'izzud-Daula Ali bin Buwai. Shi ne ya ƙirƙiro shi a shekarar hijira ta 352. Daga nan kuma sai ɗan Shi'a suka riƙe a matsayin idi. Ƙarshen maganar wannan malami masanin tarihi a cikin littafinsa da muka ambata. Sannan abu na biyu shine hudubar da Annabi mai tsira da amincin Allah ya yi ta a gurin da ake kira Ghadir Khum tsakanin Makka da Madina, akan hanyar komawarsa Madina daga hajjin bankwana. Bai ambata ba a cikinta cewa Sayyidina Ali shine khalifa a bayan mutuwarsa. A'a, abin da ya ambata a cikin hudubar shine wanke Sayyidina Ali daga tuhumar da wasu ke masa, da kuma daga darajarsa, da bayyanar da falalarsa, da cire ƙarairayin da ke cikin zuciya ko ƙaiƙayin da ke cikin zuciyar wasu sahabbai da suka je yaƙi tare da shi a ƙasar Yaman, da kuma yi wa al'umma wasiyar yin riko da littafin Allah, da kuma tunatar da al'umma muhimmancin kulawa da iyalan manzon Allah, wato ahlul bait, ta hanyar ba su haƙoƙinsu. Babban malamin hadisi da tafsiri Al-Hafiz bin Kathir ya ce cikin littafinsa na Sira a mujalladi na 4 a shafi na 206, ya ce abin nufi dai shine a lokacin da cece ku ce ya yawaita game da Sayyidina Ali daga rundunar yaƙi, saboda irin yadda ya hana su yin amfani da raƙuman zakka, da kuma irin yadda ya ce da su mayar da tufafin da mataimakinsa ya riga ya ba su, duk kuwa da cewa shi Ali yana da hujja akan abin da ya yin. To amma maganganu sun riga sun yawaita cikin alhazai game da shi. Wannan yasa wallahu alam a lokacin da manzon Allah ya kama hanyar dawowa Madina bayan gama hajjinsa, da ya zo Ghadir Khum, sai ya tsaya cikin mutane, ya yi huɗuba, ya wanke Ali daga tuhuma, ya ɗaukaka darajarsa, ya faɗakar game da falalarsa, saboda ya kawar da abin da ke cikin zukatan da yawa daga cikin mutane. Ƙarshen maganar Hafiz ibn Kathir kenan a cikin littafinsa na Sira. Sannan abu na uku shine Shi'a Rafida ba su da wani bayyanannen nassi, wato nassi sarihi cikin Alƙur'ani mai girma ko kuwa cikin sunnar Annabi mai tsira
da amincin Allah da yake bayyana cewa annabi mai tsira da amincin Allah ya ce sayyidina Ali shine kalifan musulmi bayan mutuwarsa. ɗan shi'a ba su isa su kawo irin wannan nassi ba har abada. Abu ne da aka sani cewa mafi shaharan hadithin da su ɗan shi'a suke kafa hujja da shi akan khilafar sayyidina Ali shine hadisin Ghadir Khum, man kuntu maulahu fa aliyun maula. Shi kuwa wannan hadisin dukkan masu hankali sun san cewa ba nassi bane sarihi akan khilafar Ali. Hatta da yawa daga cikin manyan malaman shi'a su ma sun bayyanar da cewa wannan ba nassi bane sarihi akan khilafar sayyidina Ali. Daga cikin waɗannan manya-manyan malaman shi'a akwai Ash-Shariful Murtada Ali bin Hassan Al-Musawi, wanda ya mutu a shekarar hijira ta 436, wanda ya ce cikin littafinsa mai suna Rasailul Murtada mujalladi na 1 shafi na 338 zuwa 339, ya ce lallai nassi nau'i biyu ne, wanda ake sifantawa da cewa bayyananne da kuma wanda ake sifantawa da cewa ɓoyayye. Shi bayyanannen shi ne wanda ake fa'idantar nassi akan imama ta hanyar lafazinsa, kamar faɗarsa mai tsira da amincin Allah ya ce, wannan khalifa na ne a bayana, ko ya ce, ku yi wa Aliyu alaihi salam gaisuwar sarautar muminai. Ba a nufi da bayanin nassi kasancewarsa dole kowa ya fahimce shi, a'a, sai dai kamar yadda muka yi bayaninsa. Kuma shi ma wannan da muka bayyana a matsayin bayyanannen nassin, shubha mai rauni tana iya shiga cikinsa. Shubha mai rauni tana iya shiga cikin menene ake nufi da shi, ta inda wani mai ƙuduri zai ƙudurta cewa ai da ya ce shi ne khalifa na a bayana yana nufin bayan Uthman ne, ba wai yana nufin bayan mutuwata ba tare da wani samun gab ba. Shi kuwa ɓoyayyen nassi shi ne wanda bayyanannen lafazinsa ba nassi ba ne akan imama, sai dai ana iya gane hakan ne ta hanyar mafhuminsa, kamar hadisin Ghadir da hadisin Tabuka. Shi a ta ƙare kenan daga maganar wannan babban malami nasu. Ba su da wani nassi sahihi duk duniyan nan da yake bayyanar da cewa ko yake bayyanar da imamar Ali bayan mutuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye. Babu wannan. Ɗan wa musulmi a nan sai ku lura da maganar Ash-Shariful Murtada a inda ya ce, shi kuwa ɓoyayyen nassi shi ne wanda bayyanannen lafazinsa ba nassi ba ne akan imama, sai dai ana iya gane hakan ta hanyar mafhuminsa, kamar hadisin Ghadir da hadisin Tabuka. Za ku fahimci cewa ya rusa aƙidarsu ta rafidanci tun daga tushenta, a inda ya ce hadisin Ghadir ba bayyanannen nassi ba ne akan khilafar Sayyidina Ali. Har yanzu daga cikin manyan malaman rafidawa da suka ce man kuntu maulahu fa aliyun maulahu ba bayyanannen nassi ba ne akan khilafar Ali, wato abin nan wani babban malami da ake kira Alauddin a cikin littafinsa mai suna Khilafatul Imami Ali ibn Abi Talib alaihi salam bin nassi am bin nasbi, ya faɗi hakan ne kuma cikin wannan littafi nasa, wato
a shafi na 52 inda ya ce lalle hadisin Ghadir Khum yana daga cikin hadisan da suke ɗaukan tawili. Daga cikinsu akwai masu ɓoyayyar ma'ana mai ɗaukan tawili. Na farkonsu nassin ranar Ghadir, faɗar mai tsira da aminci tare da iyalansa, man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Sannan abu na hudu shine nassosi ingantattu na sunna da na shi'a dukkansu sun tabbatar wa duniya cewa sayyidina Ali da baffansa Abbas bin Abdul Muttalib sun tabbatar wa duniya cewa har manzon Allah mai tsira da amincin Allah ya koma ga Ubangijinsa bai naɗa shi sayyidina Ali a matsayin kalifar al'ummar musulmi ba a bayan mutuwarsa. Nassin shi'a da nassin sunna duk sun tabbatar da wannan. Ban san inda waɗannan 'yan bidi'a gafalarsu take kaiwa ba har ya zamanto ba sa sani waɗannan nassoshi, ko kuma haddasa ne waɗannan nassoshi, amma duk da haka sai ta wannan fagauniya, su yi ta yawo da hankulan kansu, su yi ta yawo da hankulan wanda suka rena wa hankali, iyazan billah. Shi wannan nassi da muke magana a masdarin littafin a masdarin sunna, Imam al-Bukhari ya rawaito cikin sahihinsa hadisi na 6266. Imam Ahmad ya rawaito cikin musnad ɗinsa hadisi na 2354 daga sahabi Abdullahi ibn Abbas, Allah ya kara masa yarda, ya ce Ali bin Abi Talib, Allah ya kara masa yarda, ya fito gurin manzon Allah mai tsira da amincin Allah cikin rashin lafiyarsa da ya rasu cikinta. Sai mutane suka ce, ya Aba Hassan, yaya manzon Allah mai tsira da amincin Allah ya wayi gari? Sai ya ce, ya wayi gari jikin da ɗan sauƙi. Sai Abbas bin Abdul Muttalib ya riƙe hannunsa ya ce da shi, ba ka ganinsa ya yi kusan mutuwa? Wallahi, kai bayan kwana 3 za ka zamanto wanda za a ba shi umarni ne. Tabbas wallahi, ina ganin manzon Allah mai tsira da amincin Allah zai mutu cikin wannan ciwo nasa, saboda ni ina gane mutuwa cikin fiskokin zuriyar Abdul Muttalib. Kai mu gurin manzon Allah mai tsira da amincin Allah, mu tambaye shi al'amarin nan, wato khilafa, a hannun wa zai kasance. Idan a hannunmu ne sai mu san hakan, in kuma a hannun wasunmu ne sai mu ba shi shawarar ya yi wasiyar a kula da mu. Sai Ali ya ce, wallahi, mu idan muka tambayi manzon Allah mai tsira da amincin Allah ita, wato khilafar, sannan ya hana mu ita, to har abada mutane ba za su ba mu ita ba. Lallai ni wallahi har abada ba zan tambayi manzon Allah ba. Ƙarshen wannan hadisi kenan cikin Sahihul Bukhari. A bisa lamban da na gaya muku, kowa ya kamata ya je ya koma Sahihul Bukhari ya karanta wannan hadisi, ya haddace wannan hadisi. Ku lura da kyau anan, da dai ya tabbata cewa manzon Allah mai tsira da amincin Allah ya ayyana Ali ibn Abi Talib a matsayin khalifan al'ummar musulmi bayan ransa a ranar Ghadir Khum, ko a wani ranar Ghadir Khum, to da tabbas babbansa Abbas bin Abdul Muttalib bai gaya wa Aliyu dan yayansa ba, kai mu gurin manzon Allah mai tsira da amincin Allah mu tambaye shi al'amarin nan a hannun wa zai kasance. Idan a hannunmu ne sai mu san hakan, in kuma a hannun wasunmu ne sai mu ba shi shawarar ya yi wasiyar a kula da mu. Da bai gaya masa wannan ba. Hakanan da shi ma Aliyu bin Abi Talib bai ba shi amsar cewa wallahi mu idan muka tambayi manzon Allah mai tsira da amincin Allah ita, sannan ya hana mu ita,
to har abada mutane ba za su ba mu ita ba, lalle ni wallahi har abada ba zan tambayi manzon Allah ba. Da shi ma Aliyu bai ga masa haka ba, inda sun san dama an riga an naɗa Aliyu tuntuni ko tun ranar Ghadir. Wannan nassi da kuka ji shine nassin da ya zo cikin littafin Ahlus Sunna, Sahihul Bukhari da Musnad na Imam Ahmad. Hakanan nassin wannan kissar ya zo cikin littafin Shi'a Rafida, cikin wato littafin Shariful Murtada mai suna Al-Fusulul Mukhtara min al-Uyuni wal Majalis. Sunan littafin kenan, Al-Fusulul Mukhtara min al-Uyuni wal Majalis, a shafi na 252. Ga abin da nassin yake cewa, faslun, hakika masu saba mana sun yi tambaya game da wani abu da ya shafi wannan faslin, game da wata tambayar da ban samu wani daga cikin jama'ar mu da ya bayar da amsar ta ba, sai na bayar da amsar da abinda ya kayar da shi a bisa hujja. Wato inda suka ce, idan har kun riya cewa annabi Allah ya masa salati tare da iyalansa tabbas ya yi nassin imama ga amirul mu'minina alaihi salam, kuma ya bayyanar da wajibcin yin masa biyayya, ya kuma kira al'umma zuwa ga abishi, to menene ma'anar maganar da Abbas bin Abdul Muttalib Allah ya masa rahama ya yi wa shi amirul mu'minin a lokacin ciwon manzon Allah ya masa rahama tare da iyalinsa, inda ya ce da shi, ya kai ɗan uwana, shiga tare da ni gurin annabi Allah ya masa salati tare da iyalinsa domin in tambaye shi game da al'amarin a bayan ransa. Shin a cikinmu zai kasance ne zukatanmu su nutsu, ko kuwa a cikin wasunmu ne? Ko kuwa a cikin wasunmu ne mu neme shi ya yi wasiyarsa a gare mu? Sai suka shiga gurin shi, wato manzon Allah. Abbas ya tambaye shi al'amarin, amma bai ba su amsar cewa ko a cikinsu al'amarin yake ko kuwa a cikin wasunsu yake ba, sai dai ya ce da su, ku kwantar da hankulanku ya ku Banu Hashim, ku waɗanda ake zalunta ne, ku waɗanda ake rinjaya ne. Ƙarshen wannan nassi kenan a cikin littafin ko littattafin Shi'a. Anan ma sai ku lura, da dai ya tabbata cewa manzon Allah mai tsira da amincin Allah ya ayyana Ali ibn Abi Talib a matsayin khalifan al'ummar musulmi bayan ransa a ranar Ghadir Khum ko wani ranar Ghadir Khum, to da Abbas bai gaya wa Aliyu, ya kai dan uwana, shiga tare da ni a gurin annabi domin in tambaye shi game da al'amarin a bayan ransa, shin a cikinmu zai kasance ne zukatanmu su nutsu, ko a cikin wasunmu ne mu neme shi ya yi wasiyarsa gare mu? Da bai ga masa haka ba. Ku sake lura, a cikin wannan kisar da ta zo cikin masdarin Ahlus Sunna wal Jama'a, an bayyana cewa Sayyidina Ali ya ki aje a tambayi annabi, amma abin da ya zo cikin masdarin Shi'a Rafida shine, bayan Abbas ya bashi wannan shawara, shi Aliyu ya yadda su je, kuma da suka je shi Abbas din ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan al'amari ma'ana na jagorancin musulmi ko na shugabantar daular duniyar musulmi, a cikinmu ne mu Banu Abdul Muttalib ko Banu Hashim, ko a cikin wasunmu ne? Annabi bai ba su amsa ba, annabi ya ki ba su amsa. Haka yake cikin littafin Shi'a, cikin wannan littafi abin na Al-Fusul. To ina maganan addinin Shi'a, na maganar khilafar Ali, ina maganar rike ranar 18 cikin watan Zulhijja a matsayin ranar Idi? Ina hujjar abin yake? Babu shi cikin Alkurani dama jumlatan wa tafsilan, daga suratul Fatiha har zuwa suratul Nasi. Babu maganar Ali, babu maganar an naɗa shi khalifa, babu wannan duk cikin ayoyin Alkurani. Babu wannan nassi cikin littattafan
ahlus sunna. Hatta su ma littafansu babu wannan nasi, sun yadda cewa babu nasi sarihi. Sannan wannan kissa da take cikin sahihul bukhari tana nan cikin littafansu har yanzu. Annabi saura kwana 3 ya rasu, yana kwance, wanda babbansa yake cewa yana gaba zai tashi ba, domin shi yana fahimtar zuriyar Abdul Muttalib in suka yi kusan mutuwa yana iya ganewa a fuskar su. Wannan ko ba wani abu mamaki bane, mutane da yawa suna iya fahimtar. Mutane da yawa suna iya fahimtar cewa kabilar su ko wasu ƴan uwansu idan sun ga alama kaza to shikenan yana iya mutuwa, ba zai tashi ba. Wannan wani abu ne da aka sani har yau har gobe. Da ba za su ce a nemi a tambayi annabi ba wane ne zai zama khalifa, da ba za su faɗi wannan. Amma duk da waɗannan haƙa'iq, shi'a sun yadda su yi tafiya akan gadan zare haka, akan shirme haka, akan hayaniya. Allah ya sauƙaƙe. Dan wa musulmi, lalle yana daga cikin kuren fahimta ko bin son zuciya daga masu addinin shi'a, da'awar da suke yi ta cewa lafazin maula, al-maula, maula da ya zo cikin hadisin Ghadir Khum yana nufin khalifa, da annabi ya ce man kuntu maula fa aliyun maula. Alhali kuwa baya nufin komai in banda majibinci da masoyi, wato waliyi. Da wannan ma'ana ne kalmar ta zo cikin ayoyin alkur'ani masu girma. Allah madaukakin sarki ya ce cikin suratul tahrim aya ta 4, yace wa in tadhahara alayhi fa inna allaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minina wal mala'ikatu ba'da dhalika zahir. Ma'ana idan suka taimaka wa juna akan sa, to lalle Allah shine maulansa da jibril da salihul mu'minin da kuma mala'iku bayan haka masu taimakonsa ne, ma'ana dukansu maulansa ne. Ma'anar maula anan shine mai taimako, ba wai mai mulki ba, domin babu ta yadda za a yi a ce jibrilu da mu'minai da sauran mala'iku su ne masu mulki kan annabi sallallahu alaihi wasallam, ba daidai ba ne. Ka fassara maula da cewa mai mulki ne, to kaga wannan aya za ta kama ka matsala. Fa inna Allah huwa maula. Idan ku matansa biyu za ku taimaka wa juna domin kuntata masa, to ku sani lalle Allah shine maulansa. In ka ce ana nufin ku sani Allah shine shugabansa, to kuma kaga an ce wa Jibril shi ma maulansa ne, sai a ce Jibril shine shugaban annabi Muhammad har yanzu. To wani zai ce ai mala'ika ne yana da daraja, to an sake cewa wasalihul mu'minin da mu'minan kirki su ne shugabanninsa, sai a ce su ne shugabanninsa. Yaushe mu'mini zai zama shugaban annabi sallallahu alaihi wasallam? Ana nufin majibintansa, masoyansa, masu taimakonsa kar gaskiyar da yake da shi yake nufi. Idan ku iyalansa biyu na Aisha da na Hafsa, wani abu na harkar mata tsakanin maza da mace da mijin, mata da abin nan da mijinsu, idan za ku haɗa baki domin annabi ya kuntata, to ku sani Allah shi ne majibincinsa. Kun taimaka wa juna domin ya ɗan samu kunci, ku ɗauke hankalinsa akan wata kishiyarku daga cikin kishiyoyinku, to ku sani Allah shi ne mai majibincinsa, mai taimakonsa. Ba ma Allah kawai ba, Jibril ma shi ma ruhu mai tsarki mai taimakonsa ne, ba shi kaɗai ba, muminan duniyan nan duk gaba ɗaya masu taimakonsa ne. Banda muminai wal mala'ika, dukkan mala'iku na gaba ɗaya masu taimakonsa ne, abinda Allah ya ce kenan. Kada za ka fassara shi da fassaran shi'a, hankali ba zai kama ba. Lalle taɓewa da asara sun tabbata ga waɗanda suka riƙi zagi da cin mutuncin sahabban manzon Allah, waɗanda suka yada addini, suka tsare shi, suka kai shi abin nan har bangon duniya, suka riƙi wannan cin mutunci shine ginshikin addininsu. Allah muke roƙon ya taimake mu, ya tabbatar da dugaduganmu akan sunnar annabinsa mai tsira da amincin Allah, ya tsare mu daga sharrin masu cin mutuncin sahabban manzonsa. Shi muke roƙon ya taimake mu, ya ba mu lafiya da zama lafiya cikin ƙasarmu. Kuma
ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna tana godewa al'ummar Taraba, tana godewa al'ummar Jalingo saboda irin yadda suka kawo mata sadakan fatun layya. An kawo sadakan fatun layya masu yawan gaske. Ni na yi ta mamaki a irin wannan yanayi da ake ciki na kunci, amma sai da aka samu fata ɗaya har 7,200 da wani abu. Wannan abu ya ban mamaki. To Allah ya saka wa al'ummar Taraba da alheri, musamman kowa mutanen garin Jalingo, domin su ne masu gayya, masu aiki. Babban kaso daga hannunsu ya fito, daga gurinsu ya fito. Muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya sanya wannan damina ta mu albarka, ya sanya albarka cikin noman manomanmu da kiwon makiyayanmu da sana'ar masu sana'armu da kasuwancin 'yan kasuwanmu da ayyukan ma'aikatanmu gaba ɗaya da dukkan al'amuranmu ya sanya masa albarka. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.